نصيحة لوجه الله، لما تحب تتعلم حاجة جديدة او تطور من نفسك في اي شيء، اتعلم ببلاش الاول ودور على اي وسيلة توفر لك فلوسك اللي انت اكيد اولى بيها. مش معقول واحد عايز يتعلم انجليزي يقوم سايب كل الوسائل المجانية المتاحة زي اليوتيوب والكورسات الاونلاين اللي هي موجودة في كل حتة ويروح ياخد له كورس ب 2000 جنيه مثلا، او واحد تاني خريج تجارة يروح ياخد كورسات محاسبة واكسل في اي سنتر بالالاف، مع انها هتلاقيها موجودة على اليوتيوب واحسن منها وكمان ببلاش. طب ليه؟ جايز هو بيروح السنتر علشان ياخد شهادة تنفع وهو بيقدم على وظيفة ولا حاجة. طيب يا جماعة، دلوقتي العالم كله اتغير والشركات بقت بتعين الناس على حسب الكفاءة والمهارة مش على حسب الشهادات خالص. والشركة اللي تقول لك هات شهادة تثبت انك اخدت كورس او اتدربت في مكان ما تبقى شركة تحت بير السلم، والريكروتر بتاعها مش فاهم شغله كويس. واحد معاه 10 شهادات في الانجليزي ومع ذلك مش عارف يتكلم كلمتين على بعض بالانجليزي في الانترفيو، يبقى ايه لازمة الشهادات في المواصلات؟ ده غير تقريبا اي حاجة انت عايز تتعلمها هتلاقيها ان شاء الله. فاحيانا ممكن التفاعل والمتابعة والقدرة على الفهم تبقى اقل، بس معلش تعالى على نفسك شويه مقابل المميزات اللي احنا ذكرناها. وللامانه في موضوعات معينه بتبقى صعبه او عميقه شويه بتبقى مش هينفع فيها انك تاخدها اونلاين، وفي اوقات الشهادات بتبقى فيها مهمه جدا، بس ديت حالات نادره وبتحتاجها لما تكون محترف مش واحد لسه بيستكشف وبيتعلم حاجات جديده وعايز يفهم الدنيا حواليه ماشيه ازاي. يعني ابدا اتعلم الاول ببلاش وطور من مستواك واحده واحده لحد ما تتعمق وتوصل لمستوى عالي. ساعتها مش هتلاقي حاجه كويسه توصلك للمستوى اللي بعده وتكون مجانيه، فانت ساعتها لازم هتدفع فلوس، بس لا تدفعه باليمين هتعرف تجيبه بالشمال وانت مطمن. الخلاصه انا عاوزك تبدا تكتشف الدنيا اللي حواليك ديت ببلاش، وهي في الصراحه مش ببلاش قوي لانك هتصرف فيها وقت اللي هو اغلى حاجه في الدنيا، بس اظن وقت الاكتشاف ما تكونش بتضيع وقتك وكمان فلوسك. يعني ممكن تروح تتعلم انجليزي وتدفع فلوس كتير جدا وتكتشف في النهايه انك مش بتحب الانجليزي وتقيل على قلبك، بس انت بتتعلم وعايز تاخد شهاده فيها علشان الناس كلها بتقول لك ان الانجليزي مهم. او مثلا انت عايز تتعلم مهاره البرمجه وتاخد فيها كورسات وتضيع وقتك كمان، وفي الاخر تكتشف ان المجال صعب ومش هتقدر تكمل فيه. فبلاش انك تبقى بتضيع وقتك وفلوسك، كفايه الوقت بس. كمان لو هتقدر تتعلم حاجتين في نفس الوقت يبقى دوس وانجز، على الاقل انت مش هتفقد وقت كتير جدا. الخلاصه اتعلم ببلاش علشان تقدر تكتشف الدنيا حواليك ببلاش وتكون بتفقد اقل بدل ما بتفقد حاجات كتير، يعني وقت وفلوس تكون بتفقد على اقل وقت بس. اتعلم ببلاش، دور اللي انت محتاج تتعلم على اليوتيوب هتلاقيه بغزارة جدا. اتعلم ببلاش وما تنساش تشترك في القناة ديت وتفعل زر الجرس. سلام.